هو بس مرتضى منصور اللي يتكلم، هو بس اللي يقول، هو بس اللي يعرف، هو بس اللي بيدفع، هو بس اللي يقول معلومات. السلام عليكم. النهارده فيديو استثنائي وفيديو فضيحه. عمرو اديب بيفتح على البحري وبيفضح مرتضى منصور وعياله، وعايز يقول لك ان هم عصابه. هسمعك دلوقتي فيديو للتاريخ، ولازم يحصل تحقيق وتفتح تحقيق من الفيديو ده. بجد اللي حصل ده كارثه، واللي هنسمعه دلوقتي كارثه وكوارث. عمرو اديب بيفتح على البحري وبيتهم مرتضى منصور وعياله ان هم خطفوا النادي، وعايز يقول لك ان هم عصابه. هو عايز يقول لك كده، ده اللي ما بين السطور. وراح مستضيف النائب سليمان وهدان معاه في البرنامج عشان يسأله عن فلوس الزمالك المحجوز عليها، وهم قد ايه، ومديونات الزمالك، والحال اللي وصل بيه نادي الزمالك. ومن الاخر كده كلنا عارفين المشكله اللي ما بين مرتضى وسليمان وهدان. راح داخل على الخط كمان هاني شكري بقى فضح الدنيا كلها، فضح المجلس الإدارة بالكامل بمرتضى منصور بسليمان وهدان، وقلب الدنيا رأسا على عقب. الكلام اللي احنا هنسمعه دلوقتي ده كارثة، والله العظيم 3 كارثة، ولازم يتحقق فيه. يا جماعة لازم تعرفوا نادي الزمالك وصل لكده ليه. هتعرفوا ليه دلوقتي من الكلام اللي هتسمعوه دلوقتي. يا جماعة الزمالك بيتعرض لمؤامرة من أبنائه، من اللي بيدروه. بجد اللي بيحصل ده كارثة ومصيبة. اتمنى من حضرتك تشترك في القناه، تفعل زر الجرس، تشير الفيديو، وتحطوا اللايك جميل، وتعالوا نسمع الكارثه دي. يلا بينا. مجلس الاداره ده اخباره ايه؟ كل الاسئله دي عايزين من حقنا يا اخي، مش من حقنا كجمهور الزمالك، من حقنا كمصريين وكدوله. نادي عريق هام اتخطف، ولا تستطيع ان تتحدث، محدش يقدر يتكلم. ليه؟ هو في ايه؟ هو في ايه؟ ما نتكلم بقى ونفهم ايه اللي بيجري جوه النادي. الاول انا مش هاممني مرتضى منصور، معزول خلاص ماشي، وانتخابات يدخل يكسب يخسر، انا عايز اعرف ايه اللي جوه النادي ده العظيم ده، التاريخ ده. ليه احنا بقينا في الحضيض، وكل ما نتكلم يقول لك اصل فلوس محجوز عليها. انهي فلوس؟ طب وهي الفلوس دي بس اللي عندنا ولا عندها فلوس تانية؟ محدش يعرف حاجة. اتحدى حد يعرف رقم، اتحدى حد يعرف معلومة، محدش يعرف حاجة خالص. وعندما يرحل انا ماشي بقى وابو شوفوا بقى هتاكلوا منين. ليه؟ احنا بناكل من بيت ابوك. فعايزين نفهم الحكاية لأول مرة من حد تاني، لأنه ممنوع حد تاني كان يتكلم، لا جوه المحطة ولا جوه المجلس. هو بس مرتضى منصور اللي يتكلم، هو بس اللي يقول، هو بس اللي يعرف، هو بس اللي بيدفع، هو بس اللي يقول معلومات، هو بس اللي يقول لك انا متبرع ب 30 مليون جنيه. طب فين الورق؟ مفيش ورق. انا بس اللي بقول النادي هيقع، انا قررت انه يقع. النادي يقف، انا قررت انه يقف. هي عزبة، هي عزبة. دي دولة يا جماعة. اذا ما كانش حد قادر يقول له بم النهارده نفهم ايه اللي بيجرى، على الاقل نفهم. يعني خلاص ماشي، هو النادي خدوا معاه واختطفوا هو واولاده، والانتخابات الجايه يظبط الدنيا وكل حاجه تمشي وخلاص، بس عايزين نعرف ايه اللي بيجرى. لاول مره نعرف ايه اللي بيجرى جوه. في فلوس ولا فيش؟ استاذ هاني شكري، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، ازيك؟ مساء النور. باختصار لو سمحت اتفضل. طيب انا في بس بعض النقاط، سلامي الاستاذ سليمان وهدان، بعض النقاط ذكرها انا عايز اعلق عليها. اتفضل. اول حاجه يا فندم، اما دخل النادي في 2014 المجلس بقياده الاستاذ مرتضى كان مديونيه النادي 305 مليون جنيه. النهارده مديونيه النادي تزيد عن 1.5 مليار، مع احترامي لكل الارقام اللي بتتقال. 1.5 مليار. ايوه يا فندم. ده واحد. 2، انت عندك نادي مديون. التعاقدات اللي اتعملت في اللعيبه في السيزون ده بس 1.48 مليار. 1.48 مليار. اللعيبه اللي حضرتك شايفها النهارده في الملعب دي متعاقد فيها عقودهم الاجمالي بتاعتها. انا مستعد اتحاسب على الكلام ده. هاتوا العقود، والعقود منشوره على النت. ده كرة القدم ولا كرة القدم؟ كرة القدم يا فندم. 1.48 مليار. لو لا حضرتك لا انا ممكن راجع هاني بيه، بس الارقام دي ارقام مش صحيحه. انا براجع يا فندم، معلش انا براجع. انا اللي بمضي العقود على فكره.
اكتر واحد عندنا عقد يا زيزو. سليمان بيه. اتفضل انا ممكن اجيب لك عقد اتفضل. تمام. بص راجعوا بس العقود، انت عامل عقود 3 سنين و5 سنين للعيبه، بص عليهم الاجمالي بتاعتهم، اجمالي العقود دي والتزام على النادي بقى مليار 48 مليون. حضرتك راجعها، وانا ممكن ابعت لك الورقه يا عمرو بيه بكره، وباذكر الرقم مظبوط في الثاني بكره في الحلقه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، فكره ان انا دايما بقول اللجان اللي جت دي، انا ما كنتش فيهم على فكره يا عمرو بيه. اللجان اللي جت دي انقذت النادي، وخاصه لجنه حسين لبيب اللي اتكلم مع حضرتك من شويه. النادي كان عليه قضايا دوليه مديونيه ب 250 مليون جنيه. هل اللجان هي السبب فيها؟ هو هل في ينفع انه انا النهارده ما احضرش هيرنج بتاع الفيفا فيتعمل عليا حكم ب1,200,000 دولار عشان ما حضرتش الهيرنج، عشان ما صحيتش بدري؟ ده اللي كان بيحصل في نادي الزمالك، وده اللي مجلس الاداره اللي كان بيعمله. طب استاذ هاني معلش بس عشان الوقت خلاص، فهمت نقط حضرتك، شكرا ليك فندم، شكرا ليك. طيب يا جمهور الزمالك المحترم، ايه رايكم في الكلام ده؟ ايه راي حضراتكم في الكلام اللي بتسمعوه؟ الراجل طالع بيقولك على مسؤوليتي ومستعد اتحاسب على الكلام ده. هاني شكري اللي هي متقطع على قناه الزمالك. هاني شكري طالع واثق من نفسه، واكبر دليل ان العقود كانت متسربه على النت وكلنا شفناها. الراجل حسبها لك بالورقه والقلم وقال لك مديونات الزمالك في عقود اللعيبه بس مليار 48 مليون جنيه، ويرجع يقول لك نادي الزمالك ما فيهوش فلوس ليه؟ امال قناه الزمالك بتطلع تتكلم وتقول ايه وتصدعنا كل يوم على الملأ وتقول لك الاهلي عامل مؤامره على الزمالك، الاهلي اللي عامل فينا مشكله، الاهلي نادي الدوله، الاهلي الدوله بتطبطب عليه، الاهلي الدوله بتسهل له الامور. ورجع الساعات يا خطيب، وتركي الشيخ بيقول عليكم عصابه وسرقتوا مش عارف كام من ايه ووديتوا الفلوس فين يا اهلي، والاهلي بتاجل له مباريات، والاهلي مش زي الزمالك، والاهلي هو نادي المفسده في التاريخ وفي الكوكب وفي المجره. طب يا جماعه امال ايه الكلام ده؟ حد بقى يطلع يرد على الكلام ده؟ الكلام ده خطير ويتفتح فيه تحقيق ويتسجن فيه ناس. الكلام ده كلام خطير جدا وكارثه. ولما حد بيطلع من ابناء الزمالك او من شباب الزمالك او من جمهور الزمالك يتكلم، بيتقطع على قناه نادي الزمالك، بيتقطع من رئيس نادي الزمالك، بيتقطع من اعلام نادي الزمالك، وكأن جمهور الزمالك وابناء نادي الزمالك دول اعداء الزمالك زيهم زي الاهلي كده بالظبط. ما هو اي حد مش في خندق الاداره ضدها. والله العظيم 3 انا عمري ما شفت كده في الدنيا. ما الاهلي اهو الناس بتنتقد الاداره وبتنتقد رئيس النادي واعضاء النادي، ما حدش بيفتح بقه معاهم. اتفرجوا، اي مشكله بتحصل في النادي الجمهور بيقطع الاداره، ما حدش بيقدر يفتح بقه مع الجمهور، لا على القناه ولا من الاداره نفسها، ولا حد يقدر يقول للجمهور انت بتقول ايه، لان الاداره في الاهلي عارفه ان الجمهور هو صاحب النادي، هو الاصل، هو اصل النادي. فالكلام ده كلام خطير ولازم حد يطلع يرد عليه. وفي النهايه انا بتاسف جدا لو الفيديو طويل شويه، ولكن الموضوع مهم وخطير، واتمنى من حضرتك تشترك في القناه لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو وتحطوا لايك جميل، واستنى فيديوهات تانية جايه كتير. والسلام عليكم.